السلام عليكم. القصة ديال اليوم ماشي قصة عادية، قصة فيها ظلم، انتقام، أسرار واختطاف. ولكن أكثر حاجة غادي تصدمكم هي أن الشخص اللي كان باغي ينتقم هو نفس الشخص اللي غادي يلقى الحب في المكان اللي ما كانش متوقع. الحكاية ديالنا كتبدا مع واحد الشاب سميتو آدم كان معروف بين الناس بأنه راجل بارد، ما كيضحكش بزاف وما كيتيقش في حتى شي واحد. الناس كانوا كيسولوا علاش آدم تبدل هكا، شنو وقع ليه؟ ولكن ما كان حتى شي واحد عارف السر اللي كان مخبيه في القلب ديالو. قبل 10 سنين كان آدم ولد صغير عايش حياة بسيطة مع باه كان راجل مزيان معروف في المدينة، كيعاون الناس وما عمر شي واحد سمع ليه شي حاجة خايبة. ولكن واحد النهار في وسط الليل تبدلات الحياة ديالو. سمعوا الباب كتضرب بالجهد، الأم ديالو خرجات خايفة ولقات البوليس واقفين. قال واحد منهم: يوسف، راك مطلوب في شي قضية كبيرة. يوسف بقى مصدوم، قال: قضية؟ وانا راه واقيلا كاين شي غلط. ولكن ما خلاوش يشرح، خداو قدام عينين ولدو آدم كان باقي صغير، واقف غير كيشوف باه كيمشي وما قدر يدير والو. من داك النهار تبدل كل شيء. الناس اللي كانوا كيسلموا على يوسف ولاو كيهضروا عليه بالسوء، كيقولوا طلع ماشي هو داك الانسان اللي كنا عارفين. ولكن آدم كان الوحيد اللي باقي مصدق باه. كان كيمشي عنده للحبس ويسولو: بابا، علاش الناس كيقولوا عليك هادشي؟ وكان يوسف كيجاوبو: اسمعني مزيان ولدي، راه في هاد الدنيا كاينين الناس كيقدروا يضيعوا حياة انسان غير باش يربحوا هما. ادم قال لي: شكون دار فيك هادشي؟ ولكن ديما كان كيسكت، ما كيبغيش يجاوبو. حتى لواحد النهار قبل ما يموت شد ايد ادم وقال ليه: الا بغيتي تعرف الحقيقه قلب على اسم المنصوري. ومن بعد مات. هاد الجمله بقات محفوره في عقل ادم. دازت السنين، ادم كبر وما بقاش داك الطفل الضعيف. خدم وقرا، بنى راسو، ولا عنده النفوذ والفلوس. لكن حاجه وحيده اللي ما تبدلاتش فيه، اللي هي الحقد. كان كل ليله كيشوف الصوره ديال باه ويقول: غادي نرجع لك حقك. وبعد بحث طويل عرف ان العائله اللي كان كيقلب عليها هي عائله المنصوري. ولكن الاب ديال العائله مات، وبقات بنته الوحيده اللي سميتها ساره كانت بنت مختلفه، كانت معروفه بالهدوء والطيبه. كتخدم في جمعيه كتعاون الناس وما كانش داخله في مشاكل ديال باها. ولكن ادم ما كانش كيشوف هادشي. بالنسبه ليه هي غير بنت الراجل اللي دمر حياه باه. بدا كيتبع الاخبار ديالها، عرف فين كتخرج، فين كتخدم، وكل التفاصيل عليها. وكان كيقول: ما غاديش نأذيها، غير غادي نخليها تحس بالالم اللي حسيت بيه. وجات الليله اللي كان كيتسناها. ساره كانت خارجه من الخدمه، دراك كانت خاويه. ركبت في الطوموبيل ديالها. من بعد واحد شويه لاحظت ان واحد الطوموبيل ملي خرجت من الخدمه وهي تابعاها. حاولت تبدل الطريق، ولكن الطوموبيل قربت منها وفجاه حبست قدامها. هبطت ساره وهي خايفه، قالت: شنو واقع؟ شكون نتوما؟ ما جاوبها حتى شي واحد. في ثواني فقدت الوعي. ملي فاقت لقات راسها في دار كبيره بعيده على المدينه. حاولت تحل الباب، ما تحلش ليها. بقات كتغوت: واش كاين شي حد هنا؟ حلوا عليا الباب. بعد وقت طويل تحل الباب ودخل ادم. بقات كتشوف فيه بغضب وقالت ليه: انت اللي خطفتيني؟ ادم جاوبها ببروده: ايه، علاش؟ خرج صوره قديمه وحطها قدامها. ساره شافت الصوره وتبدل وجهها، كانت الصوره ديال يوسف. قال لها ادم: عارفه شكون هذا؟ قالت ليه: ايه، يوسف صاحب با القديم. ضحك ادم سخريه وقال لها: لا، هذا هو الراجل اللي ضاع بسبب باك. ساره بقات ساكته واحد شويه، من بعد قالت ليه: انت ما عارفش الحقيقه. ادم قرب منها: الحقيقه انا عشت 10 سنين وانا كنتسناها. جاوباته: يمكن 10 سنين وانت كتقلب على الانتقام، ولكن يمكنك انت كتقلب على الشخص الغلط. في داك اللحظه دخل واحد الراجل عند ادم وقال ليه: سيدي، لقينا ملف قديم على قضيه يوسف. ادم شد الوراق، فتح اول صفحه وتجمد، حيت مكتوب: يوسف بريء، وتم تلفيق التهمه ليه. ومن ثم بدا ادم يفهم ان القصه اللي عاش عليها 10 سنين يمكن كانت اكبر كذبه. من بعد ما شاف ادم داك الملف بقى واقف في بلاصتو بحال اللي تجمد. 10 سنين، 10 سنين هو عايش على فكره واحده: ان عائله المنصوري هي السبب في المصيبه اللي وقعت لبا، انهم هما اللي ضيعوا حياه يوسف. ولكن دابا قدام عينيه كان واحد الدليل كيقول العكس. شد الورقه وبدا كيقرا. كان مكتوب فيها ان القضيه اللي دخل بسببها يوسف للحبس كانت مبنيه على وثائق مزوره. ولكن السؤال اللي كان كيدور في بال ادم: شكون زور هاد الوثائق؟ رفع عينيه وشاف ساره، لاول مره ما شافهاش كبنت المنصوري.
شافها كإنسانة يمكن حتى هي ضحية. قال ليها: شنو كنتي عارفة على القضية؟ سارة بقات ساكتة، كانت خايفة ماشي من آدم ولكن من الماضي اللي كانت كتخبيه. وقالت ليه: كنت صغيرة ملي وقع هادشي، ولكن با قبل ما يموت قال لي واحد الحاجة. آدم قرب منها وقال لها: شنو قال لك؟ نهدات سارة وقالت ليه: قال لي إلا جا النهار وسولك شي واحد على يوسف قولي ليه أني حاولت نصلح الغلط ولكن فات الوقت. آدم بقى ساكت حيت هاد الكلام ما كانش داخل في الحسابات ديالو. هو كان باغي يشوف الخوف في عينيها، كان باغي تشوف الألم اللي عاشو، ولكن بلاصة هادشي لقى بنت كتعيش حتى هي مع سر كبير. دازو أيام، آدم بقى محتفظ بسارة في داك البيت، ولكن المعاملة ديالو تبدلات. ما بقاش كيعاملها بحال شي راهنة ولا كيسولها واش محتاجة شي حاجة، وهي كانت مستغربة. نهار قالت ليه: علاش تبدلتي؟ جاوبها: حيت يمكن كنت ظالمك. ضحكات بسخرية وقالت: غريب، أول مرة نسمع واحد خاطف شي حد وكيقول يمكن ظلمته. آدم بقى ساكت حيت حتى هو ما كانش فاهم شنو واقع ليه. كان داخل باش ينتقم، ولكن وجودها خلاه يبدا يشك في كل شيء. في واحد الليلة كان آدم كيقلب في الأوراق اللي لقى اسم جديد، واحد الشخص ما عمره سمع بيه: رشيد العلاوي. كان هو المحامي اللي كان مكلف بقضية يوسف، ولكن الغريب أن من بعد القضية اختفى. آدم بدا كيقلب عليه حتى عرف أنه باقي حي ولكن عايش بهوية أخرى. قال يعني السر كامل عند هذا الراجل. قرر يمشي يقلب عليه، ولكن قبل ما يخرج سمع صوت ديال سارة قالت ليه: آدم وقف. قالت ليه: الا مشيتي عند رشيد رد بالك. قال لها: وعلاش؟ قالت لي: حيت اللي حاول يدفن الحقيقة مرة يقدر يدير أي حاجة باش هاد الحقيقة ما تخرجش، لهذا رد بالك مزيان. آدم خرج ولكن ما كانش عارف أن شي واحد كان كيتبعه، واحد الراجل كان كيراقب كل خطوة كيديرها. فاش وصل آدم المكان اللي كان فيه رشيد لقى الباب محلول. دخل بشوية، الدار كانت مقلوبة بحال إلا شي واحد كان كيقلب على شي حاجة. لقى رشيد طايح في الأرض، قرب ليه، كان باقي حي. حل عينيه بشوية وقال: انت ولد يوسف؟ آدم قال لي: اييه، بغيت نعرف الحقيقة. رشيد بدا كيتنفس بصعوبة وقال: اسمح لي، ما قدرتش نحمي باك. آدم قال لي: شكون اللي دارها؟ قبل ما يجاوب سمعوا الصوت من وراهم، واحد الشخص قال: بعض الأسرار خاصها تبقى مدفونة. آدم دار وجهه وتصدم، حيت الشخص اللي كان واقف قدامه كان واحد الإنسان ما كانش متوقع يشوفه نهائيا.